بقول لك يا اختي، ما كفايه زيت ومسبك. انا هكلمك باللغه بتاعتك انت. الكروش اللي ماشيه في الشارع دي كلها انا بحملك المسؤوليه كامله. هو يروح البيت من هنا تقول له حبيبي انا عملت لك الاكله اللي انت بتحبها، وهو والله غلبان لو حطيت له جزر هياكله. هو بياكل من هنا ويبقى مش عارف يتنفس من هنا. كفايه مسبك، كفايه مقليات، كفايه نقدح للزيت. انت اكلك حلو والله العظيم من غير حمام الزيت اللي بتعمليه ده. انت عارفه ان معلقه الزيت الواحده اللي انت بتحطيها دي فيها 120 كالوري، في حين ان انت لو استبدلت الزيت بالبخاخ ده هيدي نفس الطعم والله 10 كالوري 15 كالوري بالكتير. يعني وفرت دهون وكسبت صحتك وصحه جوزك وعيالك وريحتي الطاسه. الله يبارك لك، جوزك وولادك الكوليسترول بقى في السحاب وتصلب الشرايين بيتصل بيهم كل يوم. نيجي بقى للنون الصغير بتاعنا حماده. هو يعني ايه مفيش نزول غير لما تخلص طبق الرز ده كله؟ هو فرمان عثماني لازم يتنفذ؟ ابن ادم يقمن صلبها لقيمات مش عربيه كبده. ما نقعدش نحشي في الولا من وهو صغير، ولما يجيب 13 سنه نجري بقى ايش دكتور تغذيه، ايش اخصائي تخسيس، ونروح نشترك له في الجيم شهر بعدها ونلاقيه ما عملش نتيجه نروح نطلع عين الكابتن. هو مش ساحر، كفايه حشي في الولا بقى عامل شبه ابوه بتاع كونج فو باندا. ما تفكريش ان التخن اللي هو فيه ده ان دي صحه. الولا ما بقاش قادر حتى ينزل يجيب لك العيش اللي انت عايزاه. ويخرب عقلك فيضان. ايه مين؟ خالو؟ ايوه حبيبي خالد. ايه اللي جابك عندنا؟ بدل ما بنهتم بكميه الاكل اللي بنحطها لهم ونفكر ان هي دي الخلاصه، لا نبص على الفيتامينات، نديله اكل نظيف، نقلل زيوت، نقلل مقليات، كفايه فاست فود مره واحده في الاسبوع مش هتزعل. ولما نيجي بقى في العزومات، كل يا حبيبي كل. لما واحده تقول لها بس ما شاء الله حماده تخنان، تقوم هي ترد عليها تقول لها حماده ابني مين ده؟ ما بياكلش والله، ده هو وجبتين اتنين بس. هو لو بالمنظر ده وجبتين اتنين يبقى اكيد بيفطر ببني ادم. نظفي اكلك ونظفي اكل جوزك وعيالك واهتمي بصحتهم. شوفي الفيتامينات، انت مسؤوله برضه مش الاب لوحده اللي مسؤول، علشان بعد 20 سنه ان شاء الله يشيلكوا ويبقى سندكوا. ما تدوروش على حد يشيلكوا انتوا الثلاثه. يلا سلام.